النهارده هنعمل مع بعض سينابون المحلات البراند الاصلي في البيت بمكونات تحفه وخطيره وقوام هش زي البسكوت بالظبط. بصوا القوام خطير تحفه. بصي بمكونات بسيطه جدا وكلها من البيت. من غير ما اطول عليكم، لو انتوا اول مره تشوفوني اشتركوا في القناه واعملوا لايك كبير للفيديو. يلا بينا على طول نقول مقادير السينابون التحفه ده. هي ايه؟ يلا بينا. عشان نعمل السينابون بتاعنا بعد ما نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونسمي بسم الله، هنجيب عندنا هنا في الطبق 4 كوبايات من الدقيق. الدقيق ده متعدد الاستخدامات، طبعا نخلته كويس جدا. هقلبه كويس كده بالمضرب. هنزل عليه بنص كوبايه زبده او كوبايه الا ربع حسب مقدرتك، بس نص كوبايه ماشي، ربع كوبايه الا ربع برضو ماشي. هبتدي اعمل ميكس الدقيق ده مع الزبدة لما اخليه عامل زي حبيبات الرمل. وده شكل الخليط بتاعي الدقيق، بصوا كده بقى عامل زي حبات الرمل بالشكل اللي انت شايفاه ده. بسيته كده ما بين ايديا لحد ما اختفت معايا الزبدة. وزي ما اتفقنا مكونات يعني كمية الزبدة معاكي من نص كوباية لكوباية الا ربع، انت حسب الدقيق بتاعك. بصي انا مش عايزاها تبقى باينة جامد، انا عايزة بس اعزل حبات الدقيق عن بعض بالشكل اللي انت شايفاه ده. تمام او كده. عندي هنا كوبايه ميكس ما بين الحليب والميه، يعني نصها ميه ونصها حليب. لو انت ما عندكيش حليب او لبن، يعني بتحطي معلقتين لبن بودر على الدقيق وبتعجني بميه. ولو عندك حليب كامل عادي، يعني اعملي الوصفه كلها بالحليب. هجيب عندي بيضه درجه حراره الغرفه، هنزل على البيضه عندي هنا بمعلقه من الخل وذرة كده من الملح، وعندي معلقة كبيرة من الخميرة الفورية بس مش مليانة، المعلقة المعيارية بس مش ملياها. عندي هنا كوباية مليانة من السكر. طبعا زي ما احنا عارفين انا بحب المعجنات عندي بالذات الحلوة تكون مسكرة، العجينة نفسها مسكرة. هنزل عليها كده كوباية الحليب بالمية الميكس اللي احنا عملناه، وندوبه كويس جدا كده، نتأكد ان السكر هنا داب. وهنزل برضو على البيضة برضو معلقة كبيرة كده من الفانيليا. بعد ما قلبت خليط اللبن والمية والسكر مع بعض كده، هبتدي انزل بيه على الخليط. طبعا كمية السوائل اللي انا حطيتها اللي هي كوباية الميكس مع مية مع الحليب بس، وهنشوف لو احتاجنا تاني هنحط. تمام. عندي معلقة صغيرة من الكيك شيف بس مش مليانة برضو. الكيك شيف هنا بيعمل لي هشاشة في العجينة بتاعتي، ما يخليهاش مكتومة. ابتدي اشيل المعلقة كده اعجن. ودي شكل العجينة بتاعتي بعد ما حطيت لها الكوباية اللي انتوا شفتوها، ما زودتش عليها سوائل تاني خالص. بصوا هي ما شاء الله قوام تحفة، بس عايز بس شوية عجن. بصوا كده كانت الاول بتلزق في ايديا عشان ايدي فيها عجين، لكن دلوقتي بعد ما غسلت ايدي وشطفتها بصوا نعمت خالص معايا العجينة. تمام اهي. يعني لما الاقيها بتقطع معايا كده سنة ببل ايدي بمية اهي. دي مكان اللي انا كنت بعجنها بالشكل ده كده. يعني هي العجينة الحمد لله مش محتاجة اي سوائل. تمام. هبتدي احط في الطبق دهنة زيت كده. بصوا كده دهنت ايدي كده كمية من الزيت بالشكل اللي انت شايفاه ده، وهبتدي بس الفها
تمام كده. العجينه عندي طريه وبتلزق، ده القوام اللي انا محتاجاه. تمام. لكن بصي بايدي المبلوله مش هتلزق، لكن دي عشان عجنت بيها فهي ايه بتلزق. وده انا عايزه العجينه بتاعتي كده، لان العجينه بتاعتي لو ما فيهاش سنه الطراوه دي هتلاقي العجينه معاكي في السينابون ناشفه شويه. تمام. هبتدي اغطيها واحطها في مكان دافي، وزي ما اتفقنا انا بحطها عندي في الفرن مطفيه، بتخمر في ثواني. هجيب عندي كيس او نايلون او اي حاجه عندي، وهغطيها كده بالشكل اللي انت شايفاه ده، وهحطها زي ما اتفقنا تخمر ويتضاعف حجمها. نبتدي نحضر مع بعض دلوقتي الحشوه اللي هنحشي بيها السينابون. عندي معلقتين كبار من القرفه، ادي معلقه وادي التانية، معلقتين كبار هرميين بالشكل ده. وعليهم طبعا المكون ده اختياري، 3 معالق كبار من الكاكاو بس مليانين. والكاكاو اللي انا حطاه ده كاكاو محلى. تمام. جايباه من عند العطار، اسمه مشروب الشوكولاته، بس جميل جدا. هحط عليهم 3 معالق كبار من السكر بالشكل ده. 2 ادي التالتة. طبعا عشان انا عايزاها مسكره هحط معلقه رابعه بالشكل ده، وهقلب كويس. بصوا يا جماعه، للامانه هي المفروض ان الوصفه دي احنا بنقول سينابون بالقرفه، فالمفروض يبقى الاكتر من القرفه، بس طبعا عشان انا ما عنديش قرفه غير المعلقتين اللي انتوا شفتوهم الكبار دول، هو المفروض احط قرفه تاني عشان القرفه تغلب على الكاكاو. بس انا حابه ان انا عايزه طعم الكاكاو معاها يعادلها، ولو كان عندي كنت انا حطيت معلقه كبيره تاني. يعني هو المفروض 4 معالق قرفه عليهم معلقتين كبار من الكاكاو اللي هو المحلى اللي انا حطيتها دي. تمام. فانا حبيت للامانه اقول لكم، لان القرفه الكاكاو غالب عليها. ليه بقى؟ عشان انا ما عنديش يكمل الوصفه بتاعتي، فهي ما بتوقفش. طعم الكاكاو طعم جدا جميل جدا كمان، بس دي جميله. يعني لو دقتيها هتلاقي القرفه عامله مزيج مع الكاكاو. تمام. طيب، ده الخليط اللي هو الحشو اللي احنا هنحطه على السينابون. في حاجة كده إضافية من عندي كده على الحشوة بتاعتنا. عندي كده معلقتين من جوز الهند، بما إنها يعني وصفة حلوة، فأنا حبيت أعلي التست بتاعها. جوز الهند هيعمل طعم كده خطير معاه. تمام. هحط معلقة تاني. طبعا حب راجع ليكم انتوا جوز الهند والكاكاو، بس جربيها بجد بالميكس ده خطيرة. هنركنه كده على جنب. نيجي بقى مع بعض نعمل صوص الجبنة التحفة الرهيب اللي هو على أساسه احنا بنحب السينابون. أنا عندي العلبة ديت تقريبا كده ربع كيلو. تمام. واخدة منها بس يدوب معلقتين كبار، فهنزلها كلها. انت الكمية أساسها ان نص كوباية جبنة كريمي، فأنا عشان الأولاد بيحبوا الصوص كتير فأنا هضاعف الكمية. تمام. هنزل عليها مكعبين كبار من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ. تمام. هنزل عليهم كده بنقطتين من الفانيليا، وعليها ذرة ملح صغيرة. دلوقتي كمية الحليب عندي نص كوباية حليب، وطبعا قابلة للزيادة لأن حسب سماكة الصوص اللي انت عايزاه. وعندي كمية من السكر، يعني 5 أو 6 معالق أو حسب برضو انت ذوقك في السكر. ببتدي أقلبه كده في اللبن عندي
تمام. اتاكد كويس كده ان السكر عندي داب. يعني كميه السكر قابله للزياده او النقص. تمام، يبقى حسب ذوق حضرتك في السكر، بحبها ناقصه سكر او السكر بتاعها مظبوط. انا شايفه كده عندي ان الكوبايه اللي انا حطيتها دي كوبايه وسط، حطيت فيها مش مليانه سكر. وطبعا زي ما اتفقنا انتي حابه تقللي تنقصي حسبك انتي. تمام. هجيب عندي الخليط بتاعي كده وهفضل اقلب فيه، والمفروض ان انا اضربه بمضرب كهرباء او الويسكي العادي. تمام. هبتدي انزل عندي كده بخليط الحليب مع السكر بالتقليب كده حبه حبه، وابتدي اقلب. طبعا الزبده عايزاها بدرجه حراره الغرفه، وكمان يعني دايبه شويه، بس انا عشان عندي جامده هنا عادي انا هضربها بالمضرب مش هتبان تماما. المفروض ان القوام ده كريمي. لو انت حابه ان الجبنه تتمزج بسرعه هي والزبده، الحليب بيبقى دافي شويه، فانا عشان بارد هبتدي ادفيه في الميكرويف. يبقى زي ما اتفقنا، طريقه عشان خاطر ادوب السكر وعشان خاطر ادوب الزبده، بستخدم الحليب اللي هي الكميه اللي هي النص كوبايه او الكوبايه، بستخدمها يعني سخنه شويه. تمام. او تستخدمي السكر البودر. تمام. بس انا عشان ما طحنتهوش هسخن له الحليب وانزل عليه، هيبقى هيدوب على طول. يبقى عندك حل من الطريقتين، اللي هو السكر البودر، فبالتالي الحليب هيبقى بارد عادي، وان تكون الزبده طالعه قبلها بفتره عشان خاطر ما تبقاش فيها كتل. اما لو عندك العكس بقى، انك انت ما عندكيش سكر بودر، بيبقى السكر حبيبات عادي مش هيوقف معاكي. بتحطي اللبن ساخن شويه. وده شكل الحليب بعد ما سخنته بالشكل اللي انت شايفاه ده. هيبتدي يسخن معايا الزبده والسكر. طبعا القوام ده تخين، انا هبتدي ازود الحليب حبه بحبه. زي ما اتفقنا القوام ده راجع ليكي انت. زي ما اتفقنا الخليط السماكه بتاعته راجعه ليكي. هبتدي انزل بالحليب الساخن كده شويه بشويه. زي ما اتفقنا انا سخنت الحليب كده بالشكل ده. ضفت له شويه تاني. على فكرة الخليط ده لما بيدخل التلاجة بيمسك، فلو انت حابة تدخليه الميكرويف دقيقة الخليط يمتزج مع بعضه، او تضربيه بالهاند بلندر. هحطه في الدورق بتاع الهاند بلندر وهضربه. وده شكل صوص السينابون بعد ما ضربته بالهاند بلندر، يعني مفيش اي حاجة بتوقف معانا. تمام. هبتدي اركنه على جنب كده. دي شكل العجينة بتاعتي بعد ما خمرت ما شاء الله. بصوا الجمال تحفة. تمام. هديها بس تقليبتين كده، طلع منها الهواء كويس جدا. هنزل عندي برشة دقيق كده على الرخامة، رشة خفيفة كده، وانزل العجينة بتاعتي واديها بس تهوية كده شوية، الفها فيها. بسم الله ما شاء الله، العجينة قوامها تحفة. هجيب عندي كده حبة زيت صغيرين على الرخامة عشان العجينة بس ما تلزقش معايا. تمام. وابتدي افردها.
كده، مش كتير ومش قليل برضه عشان العجينة معايا ما تلزقش. عجينة السينامون بتبقى شبيهة شوية لعجينة البسكوت. اجيب عندي كده العجينة بتاعتي ما شاء الله، بسم الله. هجيب عندي المردانة، هدهنها كده نقطة زيت برضو بالشكل ده، بسم الله. وافرد بشكل مستطيل كده لفوق الاول، هفردها بسمك نص سنتي. كده اهويها شويه. وده شكل السينابون بتاعي بعد ما فردته بالشكل اللي انت شايفاه ده، بسمك نص سنتي. تمام، بصي اهو، انا لا عايزاه سمكه تخين ولا رفيع، يبقى رقيق. تمام، بحاول اخلي كل الاجزاء قد بعض. هنجيب عندنا الخلطه اللي احنا الحشوه اللي هي عملناها بالشكل ده، بسم الله. وابتدي انزل كده. معلش يا حبيبتي، انا هنا نسيت وحطيت الحشوه الاول. المفروض ان انا بحط الزبده بتاعتي كده بالشكل ده، وعادي مش هتخسر. كده كده احنا برضو هنحط زبده، يعني الحشوه بتبقى مختلطه بالزبده عادي. تمام، فانا نسيتها، فعشان كده بقولك انا حبيت اعرفك ان انا نسيتها وحطيت دي الاول. تمام، بدعك الزبده كده في ايدي. وعلى فكره ممكن ادعك الزبده بالخلطه بتاعتي الحشوه. يعني مثلا عندي هنا مكعبين زبده هم اهو، هحط عليها قرفه واعجنها معايا كده. بنعجن في القرفه بالسكر والزبده، بتعمل معايا خليط بيفرد اسهل. تمام اهي، اخد بس اللي على العجينه. بصي العجينه معايا خدت حراره ايدي، بقت بالشكل اللي انت شايفاه ده. حبيت اوريكم ان بص الزبده مع الخليط جميله ازاي. تمام، وبتنعم اكتر وبتبقى هشه وجميله كده. بصوا يعني انا اول مره صراحه انسى واحط الزبده الاول، بس جل من لا يسوي، يعني عادي مفيش حاجه بتوقف. حبيت اعرفكم زي ما بنعمل الخلطه للقرص المحشيه قرفه وزبده. تمام، يعني اهي طبعا ايدينا بنبقى غاسلينها كويس. هنجيب الخليط ده ونحطه بقى بالكميه اللي انت حباها. تمام، حسب ما انت بتحبي، تحبيه كتير او قليل. حاسه كده ان الحته دي يعني ما فيهاش زبده قوي، هبتدي احط لها. هي كده كده الخلطه بتاع العجينه بتاعتي دسمه، يعني انا مظبطاها في الزبده بالشكل ده. هبتدي اجيب الفرشه كده واوزع الخليط بتاعي بالشكل اللي انت شايفاه ده، بحيث ان الفطيره بتاعتي تبقى كلها خلطه من الحشوه دي. زي ما اتفقنا الكاكاو ده اختياري، بس بيدي طعم خطير
ميكس جميل جدا هو والجوز الهند مع القرفة. احط الحشو كده. كده وزعه. وانا ببتدي يعني انا مش هدوس عليها دلوقتي، انا هدوس عليها مع لف الرول. تمام. في لف الرول بسم الله بنجيب الطرف ده كده كده ونبرم. بس انتي الكاميرا مش جايباه معايا، بس انا هوريهولك لما اوصله. بلف الطرف زي ما بنلف العيش الفينو، اي رول، ما انتي يعني استاذة وعارفة. اعذريني ان ايه الكاميرا مش جايباه. تمام اهي كده كده. ابتدي اسرحه وافرده كده عشان ما يبقاش معايا يعني تخين في حتة ورفيع في حتة كده. عايزة السمك كله يبقى قد بعضه. ازق كده بفرده كأني بفرده. ولو حسيت ان القفلة فتحت اقفلها تاني. اهي كده كده احنا هنحط عليها. تمام. الحتة اللي هحس انها هتعمل لي قطعة سينابون رفيعة بحاول اكبرها شوية كده. ما شاء الله بصوا اتفرد معايا كده. نجيب بقى قطاعة ونقطع بيها. بسم الله كده. هنقطع الاول كده في النص بسم الله، وبعد كده نقطع كل واحدة بالنص كده، وكل قطعة هنقطعها تلاتة. بسم الله. ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة، ودي برضو. عمل معايا 6 8 10 12 قطعة اهو كده. هجيب الصاج عندي، هجيب عندي الصاج وادهنه زبدة كده بالشكل اللي انت شايفاه ده. وعادي لو حابة تدهنيه زيت، بس لما بدهنه زبدة بيديلي كرملة لأرضية السينابون خطيرة زي الكيكة كده. الصحة كويس. ابتدي ارص عندي قطع السينابون بسم الله، واقفل القفلة كده كويس. واحطها في الصاج كده بالشكل ده كده، وادوس عليها دوسة صغيرة كده. بسم الله. تمام او كده. نجيب قطعة تاني بالشكل ده واحطها، وبرضو زي اللي قبلها ادوس عليها بالشكل ده، واسيب مكان بين كل واحدة والتانية عشان لما تستوي ما تلزقش في بعض. هكمل باقي الكمية وهرجع لكم. وده شكل السينابون بتاعي بعد ما رصيته في الصاج زي ما انت شايفة.
بالشكل والقوام والتحفة الجميل ده. انا دوست عليه بالشكل اللي انت شايفاه ده، دوست عليه شوية، خليته يتدور وينزل لتحت عشان لما يخمر ما يطلعش لفوق ويبقى عالي قوي. لا، انا عايزاه ياخد شكل الدايرة عندي. تمام. هغطيه او ما غطيهوش بكيس، يعني ايه هوريكي. هغطي بكيس نايلون زي ما انت شايفة كده، عشان عندي العجين بتاعي ما ينشفش، عشان زي ما انت عارفة الدنيا ساقعة. تمام. وهحطه في مكان دافي يخمر ويتضاعف حجمه، وهشغل الفرن قبلها بنص ساعة تسخن، وبعد كده هشغل الحرارة اللي هي الفرن يعني على درجة حرارة 180. الرف اللي في النص هخلي الشبكة تبقى في النص، وهشغل من تحت بس، وبعد كده لو احتاج لون من فوق هشغل عليه الشواية، وهوريكم شكله النهائي في الاخر عامل ازاي، ونحط مع بعض الصوص. وده شكل السينابون بتاعنا بعد ما برد، وطلع قصدي من الصاج وبرد، ونقلته في صينيه تانية. بصوا الجمال، بصوا الكرمله اللي مديها الزبده، خطيره بجد، هشه وتحفه. هنحط مع بعض صوص الجبنه. بسم الله. بصوا الجمال، تحفه. عايزه اقول لكم السينابون ده من المعجنات الحلوه الخطيره اللي تتاكل بارده او سخنه. ميكس الكاكاو مع القرفة خطير، مع جوز الهند حكاية. جربوها على طريقتي وانتوا مش هتندموا، مش هتبطلوا تعملوها بالطريقة دي. عايزة تدخليه التلاجة وتقدميه بارد براحتك، عايزة تقدميه سخن حكاية، في كل الحالات تحفة. متنسوش تجربوه على طريقتي، وما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة لو انتوا لسه مشتركتوش. دمتم في حفظ الله وبألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.